اليوم وبالصدفة كنت أمشي بمقبرة الكرخ ببغداد، وراحت عيني على قبر كاتب بصوته تاريخ ما يموت، ناظم الغزالي، وبجواره زوجته وشريكته باللحن الفنانة سليمة مراد. أكثر من 60 سنة مرت والمكان باقي، بس الزمن غطاه بالتراب. وقفنا ونظفنا القبر مو لأنه واجب، بس لأنه تاريخ. اجينا نتمشى بمقبرة الشيخ معروف وشفنا قبر الفنان الراحل الكبير ناظم الغزالي، وقبر الفنانة سليمة مراد. الاستاذ الكبير ناظم الغزالي سفير الاغنيه العربيه وسفير الاغنيه العراقيه، الاستاذ الكبير. دا نظف قبره وهسه وارجع انظف قبر المرحومه زوجته. ناظم الغزالي اللي قال من بيته ما طلع من بغداد، وسليمة اللي كانت تحيي الليالي ما زال بيتها وصوتها حي بين كل الناس. قاعد دا انظف قبر المرحومه سليمه مراد، الفنانه الكبيره من الاصل اليهوديه. يمكن نساهم الزمن، بس صوتهم بعد حاضر يعلمنا شلون نغني وشلون نحب. أنا خالي الشهيد مريت حتى أقول الصوت ما يندفن.